نتابع بالطريقة الثانية لحل المعادلات التربيعية. الطريقة الثانية هي طريقة الجذر. إذا أنا كان عندي مثل هالمثال اللي عندي إياه قدامي، x مربع على x زائد 3 تساوي 9 على x زائد 3، وبدي أطلع قيمة x. هون أنا بلاحظ إنه المقامات هي زي بعض. المقام هون هو زي المقام في الكسر الثاني، والبسوط هي مربع. x مربع أقدر أجذرها، والتسعة بقدر كمان أجذرها. لما بيكون عندي كده المقامات متساوية وعندي فوق في البسوط في عندي x مربع، معناها بستخدم طريقة الجذر. فرح أحل على الشكل التالي. رح أقول جذر x مربع يساوي جذر التسعة، وأنا بعرف إنه جذر العدد المربع هو العدد بدون تربيع، فجذر الإكس مربع هو إكس يساوي جذر التسعة هو 3، لأنه 3 ب3 يساوي 9، فإما هي ناقص وإما هي موجب. فعندي هون هالحلين هدلول، لكن أنا هون عندي الحل بأنه ناقص 3x يكون، أنا عندي كده رح بيكون الحل إما تمام x تساوي زائد 3 تمام وهو حل مقبول، أو x تساوي ناقص 3 وهو حل مرفوض. تمام، هذا الحل هون مرفوض. ليش مرفوض؟ لأنه بكل بساطة هذا الحل الناقص 3 هو بيعدم المقام، إذا مرفوض لأنه يعدم تمام، يعدم المقام، وبالتالي إذا انعدم المقام فانعدم البسط كله. ليش هو يعدم المقام؟ لأنه أنا عندي هون المقام هو عبارة عن x زائد 3، وإذا بعوض الناقص 3 هون عندي في المقام فبده يصير عندي ناقص 3 زائد 3، والعددين إذا نفس بعض بس مختلفين في الإشارة فهدول الاثنين بيساووا الصفر، فإذا هيك أنا عدمت المقام، عشان كده هذا الحل مرفوض. لكن x زائد 3 هو حل مقبول، لأني أنا إذا بعوض هون الزائد 3 في هاي تمام، x زائد 3 يعني هي رح بتكون 3 زائد 3 ورح يطلع المقام بيساوي 6، فهو هيك ما رح ينعدم، عشان كده هو الحل مقبول. رح ناخد مثال تاني. تمام، رح ناخد المثال الثاني اللي هو x مربع تمام على x زائد 5 تمام، x زائد 5 ويساوي 25 على x زائد 5. كمان هون بلاحظ إنه المقامات هي زي بعض عندي. المقام هون هو زي المقام هون، وعندي البسوط في عندي x مربع وعندي هون 25، فبقدر أجذر بكل بساطة. المقامات متساوية وعندي x مربع في البسط، فمعناها مباشرة بروح لطريقة الجذر. فنحن رح بنقول هون جذر x مربع بيساوي جذر 25. جذر الإكس هو عبارة عن x يساوي، هلأ هون إما x تساوي الزائد 5، لأنه طبعا إحنا بنعرف إنه جذر 25 هو 5،
إذن إما x تساوي زائد 5 أو x تساوي هذه x تمام، أو x تساوي سالب 5. عندي هون x تساوي سالب 5 و x تساوي زائد 5. بالنسبة ل x تساوي زائد 5 فهو حل مقبول، تمام، بما أنه هو هون موجب وهون عندي العدد الثاني موجب، الخمسة اللي زيهم موجب. لكن الإكس تساوي ناقص 5 فهو حل مرفوض. مرفوض، وإحنا حكينا لأنه يعدم المقام. تمام، كيف يعدم المقام؟ إذا إجينا نعوض، تمام، أنا عندي x زائد 5 تساوي الصفر. إذا بجي بعوض فيها الx ناقص 5 فبده يصير عندي ناقص 5 زائد 5 فرح بتصير بتساوي الصفر، فانعدم هون عندي المقام. لما صار صفر فهون انعدم، فصار البسط والمقام كله الكسر خلاص ما عاد له معنى، لأن المقام ما يصير إنه يساوي الصفر. فإذا الحل السالب مرفوض والحل الموجب هو الحل المقبول. إن شاء الله يكون واضح. الطريقة الثانية طريقة الجذر. بالفيديو الثالث للحل المعادلات التربيعية رح ناخذ الطريقة الثالثة بحل المعادلات التربيعية إن شاء الله.